اللجنة التأديبية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أوقفت الجزائري عادل عمروش مدرب المنتخب التنزاني ل8 مباريات مع تغريمه مبلغ 10,000 دولار عقب تصريحاته الغير مسؤولة تجاه الكرة المغربية. وكذلك اللجنة التأديبية للكاف قررت معاقبة عمروش بسبب اتهاماته بتحكم الجامعة الملكية لكرة القدم في دهاليز الجهاز القاري ليغيب عن باقي مباريات منتخب تنزانيا في نهائيات كأس إفريقيا التي تجرى حاليا بالكوت ديفوار. وكان عمروش قد استفز المغرب بتصريحات ادعى فيها الجامعة الملكية لكرة القدم بالتحكم في دهاليز الكرة الإفريقية باختيار مواعيد المباريات وحكامها. ومن جهته تبرأ رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم كاريا والاس في تصريحات سابقة من اتهامات عمروش، وأكد أن بلده يحترم المغرب وما تقدمه جامعة الكرة من مجهودات لتطوير اللعبة في القارة السمراء.